انت عارف ان ايجار الوحدات الاداريه المطله على برج خليفه اعلى من الوحدات الاداريه الموجوده داخل برج خليفه نفسه؟ الدراسه دي عملناها في دبي وجايين نطبقها مع بعض في العاصمه الاداريه الجديده. اهلا بيكم، معاكم الاستشاري العقاري المهندس احمد رضوان، الرئيس التنفيذي لمجموعه شركات ARG. لو احنا حبينا نطبق اللي حصل في دبي عندنا في العاصمه الاداريه الجديده، فهنلاقي عندنا البرج الايقوني، اطول برج في افريقيا، موجود في منطقه CBD او السنترال بزنس ديستريكت، المنطقه اللي فيها 20 برج بيتوسطهم اعلى برج في افريقيا. قدامها بالظبط انطرحت MU7. MU7 دي هي اقرب منطقه لمنطقه CBD، انطرح فيها ابراج ممكن حضرتك تتملك فيها وحده اداريه او طبيه او تجاريه او حتى فندقيه. بس اهم حاجه حضراتكم ساعه ما تيجوا تتملكوا في MU7 تبقوا عارفين ان هي منطقه مقابله CBD، مش زي كتير ناس بيسوقوا لمنطقه MU7 على اساس ان هي منطقه CBD. لا، منطقه CBD هي تعاون ما بين الشركه الصينيه والحكومه المصريه، والMU7 دي مجموعه ابراج ومولات انطرحت من الدوله، فكتير من المطورين اشتروا اراضي والنهارده بيبيعوها كوحدات، حضرتك تقدر تملك فيها وحده النهارده امام البرج الايقوني. بس اهم حاجه لما نيجي نتملك وحده نعرف نتملكها صح، يعني مش مجرد ان هي فيو برج ايقوني فانا ممكن اشتريها باي ثمن. لا، حضرتك كانفستور او كاند يوزر بتشوف القيمه المقابله للسعر. فاحنا لو احنا هنشتري وليكن اداري واحد صف الابراج السياحيه اللي هي في الداون تاون، وواحد موجود في الصف الاول في منطقه CBD او MU7، فاحنا هنيجي نقارن نشوف اول حاجه لو احنا قلنا اللوكيشن واحد كلهم على بن زايد الشمالي، تمام، هنشوف حجم المشروع الاستشاريين، الملاءه الماليه للشركه المطوره، نشوف سابقه اعمال الشركه المطوره، نشوف الفاسيلتيز، عدد الادوار، الفيو، كل التفاصيل دي تهمني جدا. طيب لو كل المعايير دي موجوده هي متماثله في الداون تاون، هي منطقه MU7، فاحنا هنقول هنا MU7 تكسب علشان هي متخصصه اكتر في الاداري. ولكن لو احنا اتكلمنا على تجاري وليكن في MU7 مشابه ليه جدا تجاري في الداون تاون، بنسبه 100% الداون تاون تكسب، لان الداون تاون هي متخصصه في التجاري. فحضرتك احنا عندنا معايير لاختيار اي حاجه احنا عايزين نشتريها، سواء وحده طبيه او اداريه او تجاريه او ايا كان نوعها، لازم نمشي على اساس المعايير دي. لو حضرتك عايز تعرف كل المعايير اللي ممكن نمشي على اساسها، ممكن تشوف فيديوهاتنا على كل منصات السوشيال ميديا، وهتعرف ازاي تختار وحدتك باعلى قيمه مقابل سعر. بس انا عايز حضرتك تراجع نفسك كويس قوي لو فكرنا ان احنا نمتلك وحده تستثمر فيها مش موجوده في الصف الاول الابراج الموجوده على البرج الايقوني او فيو برج ايقوني، لان حصل مشاكل كتير جدا في منطقه MU7 اخر فتره. حتى الصف الاول حصل فيه مشاكل، ففي بعض المشاريع كان سعرهم عالي جدا، وفي بعض المشاريع كان فيها بنود مجحفه للعملاء، بعض الشركات كان نسبه تحميلهم عاليه جدا، وفي بعض المشاريع نزلت بفاسيلتيز قليله جدا، فكان في المتر الواحد حضرتك ممكن تخسر 100,000 جنيه في كل متر، وحضرتك مش عارف تحسب نسبه التحميل. فحضرتك كمستثمر معرفتش الكاربت اريا اللي ممكن تستفيد بيها، ولكن عرف حضرتك الجروس اريا اللي حضرتك بتشتريها، وعلى جدا نسبه التحميل. ايا كان انا عايز حضرتك تطمئن تماما، لان كل العملاء بتوعي بكون معاهم في كل التفاصيل اول باول، من اول ما احنا بنختار اليونت لاختيار المشروع على اساس معايير معينه الى الاوراق القانونيه، وفي نفس الوقت بنوصل لاعلى قيمه مقابل سعر. هكون مع حضرتك في كل التفاصيل القانونيه والعقاريه والهندسيه، كل التفاصيل دي عايزك تطمئن منها تماما. كل الخدمه دي مجانيه بنسبه 100%، بنساعدك بيها انا وفريق العمل. تقدر تواصل معايا على الرقم الموجود قدامك على الشاشه على الواتساب في اي وقت، واحنا هنكون في خدمتكم وعنده حسن ظنكم باذن الله طول الوقت. شكرا ليكم.